اكبر خدعه بنتخدعها طول حياتنا هي الوقت. الوقت معمول عشان ينور لك مش علشان يوترك. انا فاكر ان احنا دايما كان عندنا مشكله في وقت الامتحان هيكفي الوقت ولا لا، فاحنا اتربينا اصلا على التعامل مع الوقت بتوتر مش باريحيه. اتربينا ان احنا مش هنلحق، علاقتنا بالوقت علاقه غير صحيه اصلا، فما بنعرفش نظبط الرابطه مع الوقت دي. فتلاقي ناس قلقانه وناس قاعده بتجري طول الوقت وناس مش شايفه كويس الوقت وحاطاه في اعتبارها وناس راكنه الوقت خالص وبتتحرك ببطء. ازاي تقدر ان انت توصل تتعامل مع الوقت في البيزنس بطريقه مناسبه؟ ببساطه جدا انك تحط تارجتس اكبر من الوقت بكتير قوي. اللي يحركك هو التارجتس مش اللي يحركك هو الوقت. يعني الشركه محتاجة 2 مليون، أنا هتحرك ناحية ال 2 مليون ولا هنشتغل ناحية ال 3 مليون؟ السيلز بيرسون مطلوب منه تارجت نص مليون، بس هو تارجته الشخصي لنفسه محتاج يكون أعلى من النص مليون. لأن الفكرة كلها أنت بتتحرك ناحية الكامباني ولا بتتحرك ناحية نفسك؟ أنت بتتحرك ناحية التزاماتك ولا بتتحرك ناحية تطور والجراس؟ تعامل مع الوقت أكبر خدعة بنتخدعها طول حياتنا. محتاجين ان احنا لما نيجي نشتغل في البيزنس نتعامل معاها بذكاء.